في علاقات كتير بنفتكر فيها ان الحب هو ان انت تفضل متعلق بالطرف التاني، بس يا صديقي مش كل تعلق حب، في تعلق مرضي، وده اللي انا جاي اتكلم معاكم النهارده فيه في الفيديو. فلو انت مهتم بالتعلق المرضي يبقى لازم تكمل الفيديو ده للاخر. التعلق المرضي يا صديقي من اهم علاماته ان انت بتكون دايما بتفكر في الشخص التاني، حتى وانت في وسط الزحمه وانت في وسط مشغوليات الحياه هو شاغل تفكيرك وشاغل يومك كله. ممكن تيجي على نفسك وتيجي على حدودك علشان ترضيه. دايما بتحس باللوم الذات وان انت متضايق لو انت ما طمنتوش عليك او لو ما سالتش عليه. دايما عندك شعور بالخوف ان هو يهجرك، ان هو يسيبك. ما بتحسش بقيمتك غير وانت معاه، وشايف ان انت بدونه لا قيمه لك، عشان كده انت دايما خايف ان انت تسيبه. احب اقول لك يا صديقي ان ده مش حب، ده تعلق مرضي، وده عكس تماما التعلق الامن، لان في اختلاف بينهم. لان التعلق الامن معناه ان الحب بيساوي الاستقلال، ان انت بتحب الشخص ده بس انت تقدر تعيش من غيره، ان انت بتحبه بس انت عارف قيمتك، مش شرط هو اللي بيديك القيمه دي. على عكس التعلق المرضي، التعلق المرضي بتكون دايما في شعور بالخوف والقلق، خايف ان الشخص ده يهجرك ويسيبك. فده يا صديقي مفهوم خاطئ عند الناس ان ده مش حب رومانسيه، ده تعلق مرضي، ده جرس انذار بيوضح لك ان انت لا، ده تعلق مرضي، ان انت لازم تشوف حل للموضوع ده. هقول لك معلومه نفسيه عن العلاقات، يقول لك ان العلاقات الصحيه بتقوم على استقلال الافراد وليس الاندماج التعلق المرضي ده. ان انت تكون كل فرد فيكم مستقل وعارف قيمته غير يكون الاندماج المرضي، لان لو في اندماج مرضي فده معناه ان انت عندك مشكله مع علاقتك بذاتك قبل ما تكون مشكلتك مع علاقتك بالطرف الاخر. ففي ناس كتير جدا عندهم مفهوم خاطئ عن النقطه دي، ان هم بيفكروا ان انت كل ما تتعلق بالشخص زياده عن اللزوم ويكون هو محور يومك ومحور حياتك فانت كده معناه ان انت بتحبه جدا. لا، ده جرس انذار لان انت في خطر، دي مش علاقه صحيه، دي ممكن مع الوقت تتحول لعلاقه سامه، لان الطرف الاخر هيبدا يستغل النقطه دي. فانت لو حابب تعرف اكتر عن التعلق المرضي او عندك اي معلومه خاطئه او حابب تعرف اي معلومه عن الصحه النفسيه تقدر تسيبها لنا في كومنتس او تتواصل معانا، وما تنساش تعمل لنا فولو ولايك على الفيديو ده، وافتكر ان دايما في مساحه نفسيه بنقول لك استمتع بوقتك يا صديقي.